وانتم بخير. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى الأمة المسلمة كلها. تعالوا معايا النهارده هنعمل الفطار بتاعنا، فطار سهل جدا جدا وبسيط وبأقل التكلفة خالص. طبعا مش كل يوم بقى نعمل لحمة، مش كل يوم هنعمل فراخ، لا المهم احنا نمشي عادي خالص، كل واحد يمشي على قده. طبعا الحمد لله على كل شيء، كلنا عندنا خير الحمد لله وربنا يديمها علينا نعمة. هنعمل النهارده الفطار بتاعنا بقى مفيش اسهل من كده. وجنب الفطار بتاعنا هنعمل مع بعض صلصة الطماطم. انا معايا هنا كمان من الطماطم غسلاها كويس جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين، كنت جايباها من السوق كده زي ايه شويه كده مستويين، ما ينفعوش يقعدوا بصراحه في الثلاجه خالص. تمام كده. هنعمل ايه الفطار بتاعنا النهارده يا مؤيد؟ هنعمل صينيه بطاطس باجنحه الدجاج. تمام، طبعا عارفين ان انا كنت مربيه فراخ في البيت. تمام كده. فدي الاجنحه بتاعتها ما شاء الله اجنحه جميله جدا، وطبعا مغسوله كويس ومنقوعه بالخل والملح والليمون، وسبتها كانت تصفي ميتها. تمام. وهنشوف بقى نعمل ايه، بس تعالوا الاول نحط الطماطم بتاعتنا على البوتاجاز. ما تنسوش تلاقوا اشتراك للقناه. هنا يا حبايب قلبي بقى ايه، هنفضي الطماطم اللي معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيها في الحله كده. تمام. ومعايا هنا حبايب قلبي كده بنجرايه هنقطعها ونحطها مع الطماطم بتاعتنا، مش هيجرى لها اي حاجه خالص، بتخلي الطماطم بتاعتك حمرا وجميله. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا حبايب قلبي كده صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كل عام وانتم بخير، ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى الامه المسلمه كلها. هكب كل كميه الطماطم ومش هحط لها اي ميه خالص. تمام كده. هي لما تستوي هتنزل ميتها. تمام كده. هتنزل الميه بتاعتها وكمان هتنزل خالص، وبعد كده هنغطيها بالغطا بتاعها. احنا مش هنغطيها دلوقتي لحد ما الطماطم تستوي كل حاجه مع بعض على البوتاجاز اهو. وهنعمل الفطار كمان على البوتاجاز. هتعملي ايه يا مايا؟ هنعمل صينيه البطاطس كمان على البوتاجاز زي ما بتعمليها في الفرن بالظبط، ومش هتاخد منك اقل من الوقت خالص، مش هتاخده منك. تمام كده. بصوا. تمام كده حبايب قلبي. طبعا بقى ايه، تعالوا نشوف هنعمل ايه بقى في صينيه البطاطس. تعالوا زي ما حضراتكم شايفين كده حبايب قلبي، معايا هنا معلقه هريسه الشطه انا اللي عاملاها في البيت زي ما حضراتكم شايفين كده، جميله جدا. بس بصراحه ما كنتش صورت معاكم. ومعايا هنا الثوم هاخد معلقه كبيره، ومعايا مكعب من مرقه، وطبعا معايا بطاطس ومعايا بصل والاجنحه. تمام كده. لو عندك قرن فلفل، لو عندك اي حاجه حابه تحطها حطيها. بصي انا مش هخلي البطاطس تخينه قوي ومش هخليها رفيعه قوي. بصي هتخليها بالسمك كده كده. بصي خليها بالسمك كده كده. الفيديو بتاعنا سهل وسريع جدا جدا ومش هياخد مننا وقت ان شاء الله. بس ما تنسيش تحطي لي اللايك، متخليش كده عليا باللايك، وحطي لي اللايك، وقبل اللايك سمي الله كده معايا اذكر الله وصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بحاول اخليها مش تخينه ومش رقيقه، يعني تكون متوسطه كده بحيث ان هي تستوي على طول. انتوا عارفين البطاطس اللي بتاخد سوا حاجه اصلا، وكمان انا هعملها على البوتاجاز. أكلة اقتصادية مفيش أي حاجة، وطبعا عارفين الغلا اللي في الدنيا، فطبعا لازم نستغل كل حاجة وندخلها في الأكلات. أي حاجة عندك استغليها وحطيها في أكلة، مش هتقول لأ. تمام كده. أنا هقطع البصل بتاعي كده حلقات أو جوليات. أنت حابة تقطعيها بقى، اللي أنت التقطيعة اللي أنت حابة تقطعيها في البصل بتاعتك قطعيها، وكمان حابة تكتري تقللي الكمية حسب رغبتك أنت. معايا هنا يا حبايب قلبي معلقة من السمنة. تمام كده. هنحطهم في الصينية بقى بتاعتنا، هنحط عليهم بقى معلقة من الزيت. بسم الله. هسيبها بقى السمنة كده لما تسخن عشان ندي الأجنحة بتاعتنا صدمة. يلا يا حبايب قلبي كده صلوا على الرسول، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. البصل معايا مقطعاها حلقات صغيرة كده. تمام.
هجيب اجنحه الدجاج بتاعتي او الفراخ. ما شاء الله اهو. تمام كده. من هنا كده الرز هنا معايا هو الفراخ اتشوحت مع البصلايه. بصوا ما شاء الله، مش عايزه اقول لكم الريحه بجد طعمها حلو جدا بجد. هتاكلوا بصوا احلى صينيه بطاطس بجد وحياه ربنا تحفه. تمام. معايا هنا الثوم اهو مخزنينه، هناخد معلقه من الثوم كده حلوه. بسم الله. وايه كده. طبعا ايدينا نضيفه، يعني محدش يقول ان هي بتعمل بايديها. تمام. مش هنلبس جلافز في البيت. وهناخد هنا معلقه فلفل اسود. بسم الله. دي بقى البهارات بتاعتي، وهناخد هنا ال7 بهارات. بسم الله. وهناخد معلقه من الكمون، وهاخد معلقه من البابريكا، معلقه تكون كبيره كده حلوه تفرق معاكي في اللون وكمان الطعم. وهناخد طبعا معلقه من الكزبره الناشفه. البهارات بتاعتنا يا جماعه هي روح الاكل، حاجه كده حاجه جميله جميله. تمام. هناخد هنا ايه بقى شويه ملح. وهنا مكعب من المرقه. وهنزل بقى بالبطاطس اللي معايا. اديلها تقليبه. ناخد كده بقى من بعضها كده. حابه بقى ايه تضيفي فلفل الوان، حابه تضيفي اي حاجه عندك، حابه تضيفي لها جزر تضيفي لها. تمام. انا هكتفي بس بالمكونات دي وخلاص. مفيش بقى اسهل ولا اجمل من كده. تمام كده. هحط معلقه بقى من هريسه الشطه. انزل بقى بنص شفشق الطماطم او عصير الطماطم اللي معايا. بسم الله. اعلي بقى عليها النار. تعالوا هنعمل الرز. معايا هنا معلقه كبيره من السمنه على معلقه من الزيت، وهنزل عليهم بالشعريه اللي معايا. تمام كده. وهديها بقى تحميره. بسم الله. يلا يا حبايب قلبي كده اذكروا الله وصلوا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أكلة مفيش أسهل ولا أسرع من كده. بصي أكلة سهلة جدا واقتصادية مش موفرة. عندك فراخ مربية في البيت، كل حاجة استغليها، كل حاجة. ما ترميش أي حاجة خالص، مفيش حاجة تترمي في الزمن اللي احنا فيه ده. أحمر الشعرية وأديلها اللون وأرجع لكم.
الشعرية هنا اخدت اللون الذهبي اهو ما شاء الله عليها. طبعا كلكم شاطرين وكلكم بتعرفوا تعملوا الشعرية، بس هنهدي النار. الرز معايا اهو مغسول ومتصفي. هقلب بقى الرز بتاعي. طبعا كمية الرز اللي انت حباها اعمليها او اللي انت بتعمليها، بس طبعا في رمضان انتوا عارفين مفيش حد يعني بيفطر، يعني حاولي تقللي من الاكل اللي انت بتعمليه في الايام العادية، عشان بس ايه ما يبقاش حاجة كل يوم كده يعني. تعملي الاكل على طول كل يوم اول باول، حتى لو اكل سهل وبسيط او اكله سهله او اكله بسيطه. اهم حاجه ما تفوتيش منه الاكل خالص. تمام كده. هنزل بمعلقه من الملح. طبعا الملح بتاعي انا كل واحده عارفه معيار الملح ايه. هنزل بقى معايا بميه مغليه. بسم الله. لو احتاج لميه بزوده تاني، بس ان شاء الله مش هيحتاج. تمام كده. احط عليه اسيبه لما يبقى ايه يستوي، وبعد كده اهدي عليه النار. تمام كده. تعالوا بقى نشوف صينيه البطاطس اللي معانا. عايزه اقول لكم ايه حلوه، مش هتاخد منك اي وقت خالص. اكله سهله وسريعه. بصينا يا حبايب قلبي بصوت طماطم ما شاء الله عملت ميه قد ايه، يعني ما حطيتش لها ميه خالص وتوقع على البوتاجاز وتبهدل لي الدنيا. بصوا انا مهديه عليها النار خالص. بصوا ولا حطيت لها ميه ولا اي حاجه، هي نزلت الميه بتاعتها. تمام كده. والرز بتاعي كمان هبص. وكمان صينيه البطاطس بتاعتي استوت خلاص، حطيتها في الفرن بس تاخد وش كده من فوق وخلاص كده. كده الفطار بتاعنا خلص. وحبايب قلب الطماطم اهي. بصوا طماطم في الميه اللي لسه انا مهديه عليها. شوفوا الميه اللي عملتها اهي. هسيبها كمان شويه لحد ما الميه دي كلها كده تقل. انا مش محتاجه الميه دي. البوتاجاز طبعا اتبهدل خالص اهو، لان كانت بتوقع على الحله. دي بصراحه اكبر حله موجوده عندي دلوقتي حاليا يعني، فما حبيتش بقى ان انا اطلع حله كبيره اكبر من دي، فمشت الغرض وخلاص. تعالوا بقى شوفوا صينيه الرز بتاعنا اهو خلاص طفينا عليه. صينيه البطاطس الجميله بتاعتنا بصوا ما شاء الله خدت لون من فوق وجميله ازاي. بصوا اديتها لون من فوق كده بالشوايه وطفيت عليه. خلاص يا حبايب قلبي بيكون الفطار بتاعنا الجميل ما شاء الله. طبعا طبق المخلل مفيش غنى عنه. شفتوا الفراخ والجمال. بصوا ما شاء الله اكله اقتصاديه خالص مفيش فيها اي حاجه. يا رب ديمها علينا نعمة يا رب، واحفظها من الزوال. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت وبك امنت واليك توكلت ذهب الزوات لا ترى ثبت الاجر ان شاء الله. اللهم تقبل منا ومنكم الصيام وصالح الاعمال. اللهم امين يا رب العالمين. يلا حبايب قلبي كده بيكون الفيديو بتاعنا خلص. ما تنسوش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب لأم آية، واشوفكم على خير في يوم جديد وفطار جديد من يوميات ست البيت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.